دي اشهر بطاطس في مصر ومشهوره باسم البطاطس الجمبري او جمبري الغلابه. الناس كلها بتحبها وبتعشقها بالذات الفتره الاخيره والناس دي قدرت تعمل من الطعميه كفته وسموها كفته الغلابه. وعشان ما تتسوحش زيي تعالى اكسب فيك ثواب. قبلها بساعتين بقى سالت ابو طويله، قلت له ابو طويله هو محل الفيومي فين عشان اروح اتسحر؟ قال لي روح اسال الدبدوب اللي هناك ده. ولما رحت للدبدوب لقيته فنانيس، قلت له النبي يا عم فنانيس هو فين اولاد الفيومي عشان عايز اتسحر وانا متاخر؟ قال لي بص امشي كده على طول وهتفضل ماشي لغايه لما تقابل بوابه الغوريه، هتخش منها اخرها هتلاقي بوابه زويله، هتخش منها يمين وفي شمال هتسال فين بقى مطعم اولاد الفيومي، كل الناس هتدلك. وبكده بقى يبقى وصلنا عند اولاد الفيومي. اول ما تخش بسم الله ما شاء الله الله اكبر تحس ان رمضان لسه جاي واكن دوت اول يوم رمضان. هتخش على طول عند اولاد الفيومي وشعارهم بقى ستوب انا التوب. قلت له يلا بسرعه وقام وما تضيعليش وقت عشان انا جعان. قال لي خش بقى على طعميه بسطرمه وطعميه محشيه وطعميه بقى اللي محشيه جبنه نستون ديت. حط لي 2 وحط لي بقى الاختراع من عندهم الجديد بالجبنه الرومي وكانت تحفه يا جدعان هتشوفوها. واحلى حاجه في العجه عندهم بيض وبسطرمه كتير والعجينه قليل وكان شكلها كده يفتح النفس وهي نازله الزيت ويا سلام. وزي ما انتوا عارفين بقى ان انا مش هينفع اتسحر غير لما اشوف طبق الفول. ونزل بقى بشويه التوابل من عنده وشطه وملح وطحينه ونزل بالزيت الحار وقعد يقلب وكمان لسه هينزل تاني شويه شطه وزيت حلو وزيت حار وروق الدنيا خالص. وده بقى طبق فول معمول كما يجب ان يكون. وبص بقى كده على الفول بالقوطه او الفول بالطماطم زي ما تحبوا قولوا، والالعاب الناريه شغاله. ودي فقره الساحر يا جدعان، الراجل دوت عامل عظمه. واللي بعده بقى فول عليه بيض مسلوق متشوح بالسمنه البلدي. والعشاق بقى البيض الاومليت يا جدعان هتتبسطوا جدا عشان الراجل جايب لكم جريل كبير عشان تاكلوا شويه اومليت من غير زيت كده كتير. وخش بقى على البيض المدحرج للناس اللي بتحب السمنه البلدي وبتحب الحاجه دسمه كده زي حالتنا. وهنا بقى تبتدي فقره انا جوعت منك. ويلا بينا بقى نبتدي جولتنا بالصلاه على سيدنا النبي. وما تنساش اللايك اللهم صل عليك يا نبي. والسفره بتاعتنا الجميله اللي انتوا شايفينها ديت حاجه كده بسم الله ما شاء الله الله اكبر. واللي زي بقى من السحور التقليدي عندهم بقى الاصناف كتير. وعايز افكركم ان احنا في شهر كريم فما تنسوش تدعوا لاخواتنا في غزه وتدعوا لامواتنا واموات المسلمين. ويلا بينا نبدا بسم الله الرحمن الرحيم. وبدات باول حاجه الفول وكان طعمه بسم الله ما شاء الله جميل جدا. واول حاجه ابدا بقى الطعميات قبل ما تبرد. طعميه محشيه اللي بيحب السبايسي، والطعميه بالبسطرمه اللي بيحب الطعم البشواتي، وعندك بقى جبنه كيري وجبنه موتزاريلا، واللي جامده قوي الجبنه الرومي هتكيفك جدا. ونخش بقى على الفول. الفول بالقوطه كان جميل جدا، والفول بالزيت الحار انا قلبي مولع نار. والفول يا جدعان بالسمنه البلدي ده تحفه وطعم البيت فيه جميل جدا بعد ما تشوح. طبعا زي ما احنا متعودين لقمه وجرجير لقمه وجرجير عشان نعرف نهضم كويس. وحابب اقول لكم ان العجه عندهم كانت جميله قوي ومش شاربه زيت، والبطاطس الجمبري مش شاربه زيت، والبيض المدحرج يا جدعان بيتعمل عند ناس كتير بس بالسمنه البلدي لا. وده الفنكوش الجديد والاختراع الكفته. الطعميه الكفته يا جدعان لازم تجربوها عندهم. الخلطه كده طعمها تحفه قوي. وبلع كده باشا وجري ريقك وخش على البابا غنوم ده بيرطب المسائل على طول. وخش بقى على وحدتين شيبسي كده ويا حوست يا حوسه طعمها جامده قوي البطاطس المهروسه. وبص بقى على الميكس الجميل دوت الفول بالزيت الحار. هتحط عليه بقى شويه زيتون وشويه فلفل حراق مع شويه طحينه سبايسي اللي هو عاملها دي، وكان طعمه بقى ضرب نار في الخيال. لازم تعملوا الحركه دي. حابب اقول لكل الناس اللي لسه ما تسحروش بره البيت لغايه دلوقتي ولسه بيشاوروا عقلهم، لا لازم تنتقلوا عشان انتوا فايتكم كتير جدا. ولازم تروحوا بقى تجربوا اولاد الفيوم عشان في منطقه قديمه وعريقه، وكمان هيعجبكم الاجواء جميله جدا. ودوت بقى اصغر متابع لينا على الصفحه بسم الله ما شاء الله. ودوت التيم بتاع الفيوم اللي هتروح هناك عشان يروق عليك. احلى رجاله والله. انتوا منين؟ طب انت منين؟ فيوم. وانت؟ منوفيه. بامانه؟ منوفيه. وانت؟ وانت؟ حلوان دولة جوه دولة. حلوان. حد تاني من منطقة مختلفة؟ سنة وانتوا طيبين يا شباب. والله العظيم شباب زي السكر اقسم بالله. اسلام المرج ستريمر ها؟ ما بجد والله.